بيبدأ الانمي في قصر وبيكون في حريقة كبيرة موجودة وبنشوف شخص واقف قدامها وبيقول ابويا علمنا حاجات كتيرة وقد ايه كان راجل عظيم ومن دلوقتي انا هبقى زعيم العيلة بتاعتنا واللي بتكون معروفة باسم عيلة لوفلين. وبعدها بنروح لموظف شغال في المكتب بتاعه وبيكون عنده 35 سنة وعايش حياة عادية جدا وما بيكونش عنده حبيبة واتولد في عيلة عادية مش غنية وبيكون شغال بمرتب متوسط. وبعد ما بيرجع من الشغل بتاعه بيقضي معظم ايامه وهو قافل على نفسه جوه شقته الصغيرة وبيلعب الالعاب على الكمبيوتر بتاعه. وعلشان شغله كتير كان بيهمل في اكله واسلوب حياته وده اللي خلاه يتصاب بسكتة قلبية وهو في سن صغير وكانت السبب في انه يموت وخلاص كده حياته هتنتهي. بس بيستغرب لما بيلاقي نفسه بيفتح عينه وفي واحدة بتكون واقفة قدامه وبتقول ايه الجمال ده، فبيقول مين الست دي وهو انا فين دلوقتي وهو انا في مستشفى وشكلها مستشفى قديمة لدرجة ان هم استعملوا الشمع علشان ينوروا. ساعتها بيلاحظ حاجة بتطير فبيقول ايه المخلوق ده ويا ترى هو ده كلب وانا بحلم ولا ايه. فالست ام شعر احمر بتقول شكل الكلب بيحبه. فالخدامه بتقول لها ان انا جهزت لك الشاي بتاعك فبتقول لها شكرا ليكي وبتقول لها ابنك شكله هيكون قوي جدا. فبتقول لها تفتكري كده وهي ماسكه الصينيه بيشوف شكله وبيقول هو ده انا وانا رجعت من تاني ولا ايه وشكلي كده وقعت في مشكله. وبعد 3 سنين بنشوف صاحبنا واللي بنعرف ان اسمه رويس وبيكون عنده 3 سنين وهو قاعد في المكتبه وبتدخل عليه الخدامه وبتقول له انا عملت لك الشاي بتاعك فبيقول لها شكرا ليكي وبيقول انا اتولدت من جديد في هيئه طفل واسمي رويس وقدرت اتعلم القرايه والكتابه وبقيت متعود على العالم ده. فالخدامه بتكون مندهشه وبتقول مع انه لسه عنده 3 سنين بس ازاي بيحب الكتب والحاجات اللي زي دي والمفروض طفل في سنه يكون ماسك لعبه بيلعب بيها. فبيقوم وبيقول المكان اللي اتولدت فيه هو المملكه واللي بتتحكم في جميع اراضي القاره وعلشان انا درست خريطه العالم ده فانا متاكد ان احنا مش على كوكب الارض وكمان العالم ده فيه قوه غريبه اسمها السحر وشكله كده عالم كامل جاي من الالعاب. فبيقول ان بيت عيله لوفلنت اللي اتولدت فيه بيسيطروا على ارض صغيره فيها اكتر من 1000 شخص والبيت اللي انا عايش فيه من كتر ما هو ضخم كنت فاكر ان هو قلعه بس طلع ان هو قصر في الاخر وفي خدامين كتير بيهتموا بيا وكمان في طباخ بيعمل لنا اكل فاخر من الاخر. وفي حياتي اللي فاتت ما كنتش متخيل ابدا ان انا اعيش حياه زي اللي انا عايشها دلوقتي وانا فرحان جدا علشان اتولدت من جديد وشكرا جدا علشان جيت في عالم زي ده. وبيروح عند الشباك وبيشوف مجموعه فرسان داخله تتدرب وبيقول ان في حاجه اضافيه شكلي اخدتها وهي ان انا عندي قدره مفيش اي حد غيري بيملكها. وبنشوف مجموعة فرسان بتتدرب فبيخش عليهم رويس وبيشكرهم علشان بيتدربوا بكل قوتهم وبيقول لهم يا ترى اقدر اشوف التدريب بتاعكم مرة تانية. فبيقول له اكيد وانت بقيت تيجي المكان ده كتير يا سيد رويس مع انك لسه عندك 3 سنين بس شكلك بقيت مدمن على القتال. فبيقول انا مش مهتم بالقتال وبيبص لواحد من الفرسان وبيكون واقع على الارض وشكله كده متدشمل على الاخر وبيقول للجندي اللي بيتمرن معاه خليني احاول مرة كمان وبيمسك الرمح من تاني. فرويس بيقول قدرتي هي التقييم وان من خلالها بقدر احدد قوة الشخص اللي قدامي وساعتها بيفعل قدرته وبيقدر يشوف قدرات الفارس اللي ماسك الرمح ده وبيكون اسمه مايلز وبيعرف انه هيكون شخص قوي جدا لو استخدم السهام. ساعتها مايلز بيتحدف بعيد من تاني وبيكون تعبان ومرهق بسبب المجهود اللي عمله فبيدخل عليه وبيقول له لو سمحت يا مايلز. فبيقول له في حاجة يا رويس ولحظة كده انت ازاي عرفتي اسمي فمش بيرد عليه وبيقول له يا ترى انت استخدمت القوس قبل كده فبيقول له قوس وانا بصراحة لو مسكت سلاح زي ده فهكون ميت اكيد والراجل الحقيقي ما بيضربش على اعدائه وهو واقف في مكان امن. فرويس بيقول له معاك حق بس انا شايف انك هتكون قوي جدا لو قدرت انك تستخدم القوس ويا ترى تقدر تجربه حتى لو لفتره قصيره. فبيقول له ايوه بس يعني وبيشوفه وهو بيلح عليه. فواحد من الجنود بيقول له طالما طلب منك فحاول على الاقل. فمايل بيقول بس انا عمري ما استعملت قوس قبل كده. فالراجل اللي جنبه بيقول له لو كانت دي اول مره ليك فاحسن لك انك تستعمله من مسافه قريبه. فرويس بيقول له لا ولو سمحت جرب من المكان اللي انت واقف فيه ده وفعلا بيجهز نفسه ولما بيضرب السهم بيكون دقيق جدا وبيجي بالظبط. فالجنود بيكونوا مستغربه وبيقول له انت اكيد محظوظ وانا متاكد من ده وجرب مره كمان. فبيقول له حاضر وبيفضل يضرب سهام كتيره جدا وبرده بتكون دقيقه بشكل مش طبيعي. فبيقول له انت ممتاز جدا في استعمال القوس وما كنتش كويس وانت بتستعمل الرمح وشكلك موهوب جدا. فواحد بيقول له يا عم انت طبيعي فبيضحك وبيقول له ايوه وشكلي كده ان انا استخدم قوس فدي مش حاجه وحشه وشكلي كنت غلطان ومفيش حاجه اسمها خوف في ساحه المعركه. فواحد من الجنود بيبص لرويس وبيقول له على العموم انت ازاي عرفت ان مايلز عنده موهبه في استعمال القوس
القوس. فبيسكت شويه كده وبيقول ان قدرتي ان انا اقدر اشوف المهاره بتاعت الاشخاص، بس يا ترى هيقدروا يصدقوني؟ وبيكونوا باصين كده، فبيقول مستحيل ان هم يصدقوا طفل عنده 3 سنين، ويا ترى هم بيفكروا ان في حاجه غريبه حواليا وايه اللي المفروض اقوله دلوقتي. فبيقول لهم ان ده كان مجرد تخمين مش اكتر. فبيقول له تخمين؟ فبيقول ان القدره دي حقيقيه 100%، بس انا مش قادر استخدمها على نفسي لسبب انا مش عارفه لحد دلوقتي، وانا بصراحه خايف من ان ما يبقاش عندي قدرات قويه. وبعدها بيرجع للقصر وبيقول له الطباخ ان العشاء جاهز، وبيكون محطوط قدامه المحمر والمشمر. فبيقول له يا سلام، وشكل كده الغدا بتاع النهارده لذيذ جدا، وشكرا ليك على الوجبه دي. ساعتها بينادي عليه ابوه وبيقول له شكلك يا رويس قدرت انك تكتشف موهبه مايلز في استخدام القوس. فبيقول له فعلا ده صح، وبيقول ان ده ابويا في العالم ده، وشكله دايما بيكون متعصب شويه، فعشان كده بيخوفني بصراحه. وبيفعل قدرته عليه وبيقول ان اسمه لوفنت وعنده 30 سنه، وبصراحه هو شخص مذهل جدا، مع انه اتولد كمزارع بسيط بس قدر انه يبقى الملك بتاع الارض دي، وكل ده من خلال انه استعمل قوته بس. وكمان عنده مهارات في القياده ممتازه جدا، ويقدر انه يبقى قائد جيوش كتيره جدا لوحده. فابوه بيقول له يا رويس، فبيتخض وبيقول له نعم. فبيقول له انا عايز اسلمك الارض دي في المستقبل، وانت هتكون الملك بتاع الارض دي في يوم من الايام، وان يكون عندك القدره وتقدر تعرف المهارات بتاعت الاشخاص، فدي حاجه مهمه جدا كملك. فبيقول فعلا، وفي يوم من الايام هبقى الملك بتاع الارض دي في المستقبل. فابوه بيقدم له طبق الاكل اللي بيكون فيه لحمه، وبيقول له انت بتحب اللحمه بتاعت التنين مش كده؟ وتقدر انك تاكل الطبق بتاعي، وانا عايزك تكبر بسرعه. فبيقول له شكرا ليك، وانا هحاول باقصى حاجه عندي. وبعدها بيرجع للمكتب بتاعه وبيقول من ساعه اليوم ده وانا بدات اتعلم اكتر واكتر عن بلدي، وساعتها اكتشفت حاجه، وهي ان المستقبل بتاعي مش هيكون سهل خالص. وفي المستقبل القريب حاجه منطقيه ان احنا نقول ان البلد دي هتمر باوقات صعبه جدا، وبسبب ده هتحصل مظاهرات واعمال شغب في اكتر من مكان، وعلشان النبلاء من كل مكان بيحاولوا ان هم يزودوا قوتهم، فده هيخلي احوال البلد وحشه جدا، وهيحصل فيها مظاهرات طول السنه، ولو مفيش حاجه اتغيرت فالامبراطوريه هتتدمر. وعندي احساس ان في حرب كبيره هتحصل قريب، ولو حصل ده فانا محتاج ان انا اخد الجيش بتاعي لساحه المعركه، بس انا هروح لحرب. وبيروح يقف عند الشباك وبيقول ممكن اكون اتولدت من جديد كطفل ابن ملك، بس انا كنت موظف عادي وماليش في اي حاجه، ويا ترى يقدر شخص زيي انه يحمي الناس ويخليهم في امان؟ وكلهم كانوا كويسين معايا وانا عايز احميهم مهما كان، ويا ترى ايه اللي المفروض اعمله؟ وبيفتكر كلام ابوه وهو بيقول له ان يكون عندك القدره علشان تقدر تعرف المهارات اللي موجوده عند الناس، فدي حاجه مهمه جدا كملك. فبيطلع يجري وبيقول انا لقيتها، وبيروح للسوق وبيكون لابس عبايه علشان محدش يعرفه، وهو ماشي واحده بتقول له يا سيد رويس، ودي حاجة نادرة انك تتمشى في القرية لوحدك، ويا ترى انت بتعمل ايه؟ وشكلك جاي تشتري حاجة. فبيقول لها ايوه ممكن تقولي حاجة زي كده. ساعتها في مجموعة ناس بيضحكوا عليه، فبيفعل قدرته عليهم، بس بيكونوا ضعاف من المستوى دي، وكل الناس اللي موجودة في السوق يا اما من المستوى سي او المستوى دي، وطبعا يا صديقي ان المستوى سي بيكون اقوى من المستوى دي. بيروح يقعد وبيقول انا شكلي تعبت وان انا استعمل قدرتي كتير، فدي حاجة بتوجع عيني. وساعتها في واحدة بتطلع واحد من البيت وبتطرده بره، وبتقول له ما ترجعش مرة تانية ومش عايز اشوف وشك هنا تاني. ولما بيقع على الارض بيلاحظوا رويس وبيقول ان شكله مش من هنا، ويا ترى هو مين؟ ساعتها الطفل ده بيقول ده شكله مارس، فامه بتقول له ما تقربش منه، ودي حاجة مقرفة ان مارس يكون موجود هنا. والمارس ده يا صديقي بيكونوا مجموعة اشخاص جايين من قرية جنب البحر، وبيكونوا اشخاص نادر جدا انك تشوفهم في البلد بتاعت رويس، ومعظم المارس بيتباعوا كعبيد، والناس اللي في المدينة بتاعتي بتكرههم جدا، ودي حاجة كانت مكتوبة في كتاب انا قريته قبل كده. ساعتها بيقرب عليه رويس وبيقول له اتفضل رغيف العيش ده. فلما بيرفع راسه رويس بيقول له تقدر تاكل منه زي ما انت عايز. فالناس بيقولوا يا ترى مين الشخص ده واللي بيساعد واحد من المارس؟ فواحده بتقول هو مش ده الطفل اللي من عيله لوفلند؟ فبيستغربوا بيقولوا عيله لوفلند. فرويس بيمد له ايده وبيقول له خد، وفعلا بياخده منه وبياخد قطمه وبيشكره. فبيقول له مفيش داعي علشان تشكرني. ساعتها بيبدأ يعيط، فرويس بيفعل قدرته وبيعرف ان اسمه ريتسو وعنده 14 سنة، وبيقدر يشوف المهارات اللي عنده، وبيتفاجئ لان قدرته بتكون قوية جدا بشكل مش معقول. وابسط حاجة تشرح لنا قوته هو الرياكشن بتاع رويس ده، وبيقول مستحيل، ده عنده مهارات ممتازة جدا وقوة مرعبة ممكن تقارنه بمحارب اليابان العظيم واللي بيكون اسمه نوجوناجا، وبيقول قوته مخيفة جدا وبيكون معجب جدا بيه. فريتسو بيبص له وبيشوف الرياكشن اللي على وشه ده، فبيقول له شكرا
شكرا على رغيف العيش اللي عطيتوني، وانا محتاج امشي دلوقتي. وبياخد بعضه ويمشي، والمعلم رويس بيمشي وراه. فلما بيلاقيه ماشي وراه بيقول له احسن لك انك ما تعملش كده علشان الناس ما تتضايقش. فبيقول له لو سمحت ايه رايك تكون الخادم بتاعي؟ فبيستغرب من كلامه وبيقول له الخادم بتاعك؟ فبيقول له ايوه، وانا عايز اجمع اشخاص موهوبين وبكده هتزداد القوه العسكريه للجيش بتاعي. فبيقول له انت عايز تشتريني؟ فرويس بيقول له لا، وانا ابن الملك بتاع الارض دي. ويا ترى انت شايف الشعار بتاع عائله لوفلين؟ فبيقول له انت ابن الملك؟ فبيقول له ايوه، وانا شايف انك عندك موهبه قويه جدا، ولو سمحت بقى الخدام بتاعي. فبيستغرب وبيقول له انت شفت فيا موهبه؟ بس ازاي عرفت كده واحنا لسه متقابلين دلوقتي؟ فبيقول له علشان انا عرفت ده لما قابلتك. فريتسو بيقول له انا ممتن ليك، علشان كده انا مش عايز اسبب لك مشاكل، وانا شايف ان هي مش هتبقى حاجه كويسه لو اخدت واحد مارس زي خدام ليك. فبيقول له ما تقلقش وكل حاجه هتبقى تمام. فبيقول له انا اسف وشكرا ليك على العيش. فرويس بيقول له استنى لو سمحت، وبيقول انا ممكن ما اقابلش مره تانية شخص عنده قوه كبيره زي دي، وانا لازم اوقفه باي طريقه. بس لما بيلاحظ ان هو مش قادر يوصل له والتاني بيمشي بسرعه كبيره، فبيقول له انا عندي طباخ شاطر جدا ويقدر يطبخ كل الاكل اللذيذ، وانا متاكد ان العيش مش هيكون كفايه، وعندنا لحمه بكل انواعها، لحم بقري ولحم تنانين وكل اللي انت عايزه يا معلم، وفطاير وكرواسون وعصاير، ده حتى الكيكه عندنا. فلما بيسمع كده بيفتح بقه وبعدها بياخده للقصر وبيقول ده شكله فعلا ابن الملك. بيقعدوا والترابيزه بتتحضر، فرويس بيقول له تقدر تاكل اللي انت عايزه، بس بيحط قدامه لوبيا. والخدامه بتقول له انا اسفه فعلا، بس انا ما اقدرش اديك زي السيد رويس، وما افتكرش ابدا ان انا ينفع اخدمك زي ما بخدم رويس. فالخدام بيقول احنا دخلناك بس للقصر علشان ده كان طلب من السيد رويس، واحنا بنطلب منك انك تمشي على طول بعد ما تاكل الوجبه بتاعتك. فرويس بيقول ان في عنصريه كبيره جدا ناحيه المارس، وان كل الاشخاص اللي اعرفهم شايفين ان المارس ناس قليله. فبيسحب الكرسي بتاعه وبيروح يقعد جنبه وبيحط الاطباق وبيقول له خلينا ناكل مع بعض. فريتسو بيفرح جدا، والخدامه بتقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول لها ان هو ضيف مهم بالنسبه لي. فبيستغربوا من كلامه وبيقولوا له سامحنا واحنا هنخدمك بنفس الطريقه، وبيجيبوا اطباق من تاني وبيحطوا قدامه كل انواع الاكل. فرويس بيقول له انت ليه موجود في البلد دي وهو انت ما عندكش بيت تعيش فيه؟ فبيبدا يحكي له حكايته وبيقول له ان عدد كبير من المجموعه بتاعتي ماتوا في الحرب، ومعظم القاده بتوع المجموعه اتقتلوا هم كمان، وعلشان كده ما اتبقاش حد غيري، وكنت ماشي من غير اي هدف ولقيت نفسي هنا. فرويس بيقول بسبب المهارات اللي عنده، فيا ترى انت انضميت لمجموعه تانيه من المرتزقه؟ فبيقول له لا، وانا ما انضميتش لحد تاني، وده علشان مش بثق في اي حد بسهوله، وانا كنت جزء من المجموعه بتاعتي من وانا صغير في السن. فرويس بيقول قد ايه هو عانى. ساعتها الخدام بيقول لريتسو هو انت لسه ما خلصتش اكل ويلا عشان تمشي؟ فرويس بيقول له مفيش حاجه زي كده هتحصل، وانا جبته هنا علشان اخليه الخدام بتاعي. فبيقول له ايه وانت بتفكر في ايه؟ والملك لوفلنت مش هيسامحنا ابدا على ده. وبعدها بيروح للمكتب بتاعه وبيقول لريتسو الحوار بقى كده وانا فهمت قصتك، واحنا دلوقتي هنتكلم عن شخص من المارس، مش كده ولا لا؟ فرويس بيقول له فعلا. فبيقول له ان احنا ما نقدرش نساعده، وانا ما سمعتش ابدا عن واحد من المارس يقدر انه يعمل حاجه حتى انه يشتغل خدام، وخرجه من هنا بسرعه. فرويس بيقول له ان ريتسو شخص موهوب جدا واحنا لازم نخليه معانا، ولو سبناه هتكون خساره كبيره. فبيقول له اسمع يا رويس، وانا عايزك تعرف ان المارس اقل من الشخص العادي، ومستحيل ان هو يكون عنده موهبه. فرويس بيقول ان الناس كلها اللي عايشه هنا بيبصوا للمارس بنفس النظره، بس انا اقدر اشوف المهاره بتاعت ريتسو وهو افضل بكتير من غيره، وشخص زي ده هيكون ضروري جدا علشان نطور البلد دي في المستقبل. وبيقول لابوه لو انت شاكك فيا فليه ما تختبرش قدراته بنفسك؟ فبيقول له ايه اللي يخليك متاكد ان هو عنده موهبه؟ فبيقول له علشان انا شفت شويه حاجات لما قابلته. فبيقول له انا فعلا كنت مندهش لما انت قدرت تكتشف الموهبه بتاعت مايلز، ويا ترى انت عايز تقول لي انك اكتشفت الموهبه بتاعت ريستو زيه كده؟ فبيقول له ايوه، والاحساس بتاعي بيقول لي انه عنده موهبه قويه جدا. فبيقول له لو كان اللي انت بتقوله صح فنقدر ان احنا نختبره، ولو لقيته موهوب فنقدر نخليه جندي عندنا. فبيقول له شكرا جدا ليك، وحتى لو هو بدأ كجندي فانا متاكد انه هينجح وهيوري ابويا قدرته، ومتاكد ان ابويا هيقبله. ساعتها الاب بيقول ان الاختبار هيكون بسيط واحنا هنقاتل بعض بشكل وهمي، ولو قدر ان هو يفوز فهيكسب في الاختبار. فرويس بيستغرب وبيقول له بس يا بابا هو لسه عنده 14 سنه وهيبقى صعب عليه ان هو يدخل في قتال مع شخص زيك، ومستحيل يخرج منه كسبان، وانت عندك موهبه قويه جدا، وهتكون مش حاجه عادله لو دخلت في قتال مع شخص لسه بينمو
حلمه. فبيقول له مش انت قلت لي ان هو موهوب؟ فبيقول له ايوه فعلا، بس شجاعة ريتسو 70 عكس ابويا واللي شجاعته وصلت لنسبة 94 والفرق بينهم كبير جدا. فلوفنت بيقول انا هحارب بجدية بس هستعمل سيف خشب. فرويس بيقول له سيف خشب وكده ممكن تكون في فرصة، وبيفرح وبيقول له فهمت، وايه رايك في الكلام ده يا ريتسو؟ فبيقول له ايوه. فبيقول له يلا بينا نعمل الاختبار. وهما ماشيين ريتسو بينادي على رويس وبيقول له انت ليه عايز تخليني خادم باي طريقه؟ ويا ترى انا صعبان عليك؟ فبيقول ان انا جبت ريتسو معايا من غير حتى ما اخد رايه في انه عايز يكون خادم عندي ولا لا. فبيقول له هو انت مش عايز تكون خادم لعيله لوفلين؟ ويا ريتسو في الحاله دي فانا هطلب من ابويا ان هو يوقف كل حاجه. فبيقول له لا، وانا فرحانه عشان خاطر هكون خدام عندكم، وده احسن عرض انا سمعته في حياتي، وانا شايف ان دي حاجه كويسه، وانا بس كنت بسال لو حاجه زي كده ممكن، علشان انا كل مكان كنت بروحه كنت بتعامل وحش علشان من المارس. فبيقول له انا محتاجك يا ريتسو، وانا هبقى الملك بتاع الارض دي في يوم من الايام، ولما يجي الوقت ده فانا عايزك جنبي علشان تساعدني. فبيقول له حاضر وهعمل اقصى حاجه عندي. وبعدها بيروحوا لمكان التدريب والجنود بيكونوا مستغربين من ريتسو وبيقولوا مين ده وشكله عامل زي المارس، وانا سمعت ان السيد رويس هو اللي جابه هنا. فالملك بيقول لمايلز ان احنا هنعمل اختبار بالسيوف وجيبوا الساعه الرمليه، وبيقول لريتسو خد السيف بتاعك. فبيقول له حاضر، وبيقول لو قدرت انك توجه لي اي ضربه في خلال ال3 دقايق فاعتبر نفسك كسبان، ومش مهم انت هتتضرب مني قد ايه، فانت مش هتخسر غير لما تستسلم. فرويس بيقول ان الشجاعه بتاعت ابويا ممكن تكون الافضل في العالم، بس لو كانت ضربه واحده بس هتخلي ريتسو يكسب، فاعتقد ان هو هيكون عنده فرصه. ولوفلنت بيقول بالمناسبه انا معرفش اسمك ايه لحد دلوقتي، فقول لي عليه طالما هنعمل اختبار. فبيقول له اسمي ريتسو. فبيقول له انا ملك الارض دي واسمي لوفلين وهوريك قوتي دلوقتي. وبيبدأ القتال وبيهجم عليه بضربة سريعة جدا، بس بيقدر انه يفلت منها بأعجوبة. وبيقول ايه القوة دي؟ ده حتى لو استخدمت كل قوتي فهو في حتة تانية خالص. وبيصد ضربته وبيقول ده سريع جدا، وبدأ يهجم عليا مرة تانية بعد ما هجم عليا بضربة قوية جدا، وازاي يعمل حاجة زي كده؟ وبيفضلوا يضربوا في بعض. فرويس بيقول الحوار كده شكله مش هيبقى كويس، وابويا قوي جدا وريتسو شكله خايف. فبيسمع حد من الجنود بيقول يا ترى مين المارس ده؟ وحتى لما كان الملك بيهزر معانا ومش بيقاتل بجدية كان بيقدر بضربة واحدة بس يطير السيف من ايدينا وبيخلص الحوار. بس مع كده الولد اللي من المارس ده شكله قوي جدا والسيف لسه في ايده، بس انا شايف ان الملك مستني الفرصة علشان يديله ضربة ياخدها من هنا وما يقومش تاني. وفعلا بيديله ضربة بتيجي في كتفه بتطيره حرفيا. فرويس بيتخض والجندي بيقول مفيش اي حد يقدر ان هو يهزم اعظم مبارز في البلد دي. فريستو بيحاول يقوم ولوفلنت بيقول له في مشكلة وال3 دقايق قربوا يخلصوا. فبيبص كده رويس وبيفتكر كلامه وبيقول له انا عايزك تكون معايا وتساعدني على طول. فبيقول علشان انت وثقت فيا فانا هعمل افضل حاجة عندي. فرويس بيقول ان تعابير وشه اتغيرت وبيبدأ في الهجوم على لوفلين. فبيقول له انا عارف اللي انت عايز تعمله بس بيتزحلق من تحته. فبيقول له مش وحش خالص. ساعتها بينط وبيديله ضربة قوية جدا بس بيقدر يصدها. ولما بينزل على الارض لوفلنت بيقول الحوار خلص. فريتسو بيستغرب وبيبص للساعة. ساعتها في كام شعرة بتقع من الملك. فجندي بيقول ده قدر ان هو يخدشه، وازاي واحد من المارس يقدر يعمل حاجة زي كده، ويا ترى هو مين؟ فلوفلنت بيقول له انت كسبت وزي ما وعدتك فهعينك جندي عندنا. فرويس بيفرح وبيقول انا مش مصدق، وريتسو قدر ان هو ينجح وبيروح عنده وبيبارك له وبيقول له ان القتال اللي انت عملته كان جامد جدا وبيشكر ابوه. فبيقول له زي ما انت قلت بالظبط، وانا حسيت بان ريتسو عنده موهبة فعلا في استخدام السيف وهيكون جندي قوي جدا في المستقبل. وبيقول لرويس انا اكتشفت حاجة النهاردة، وان القدرة بتاعتك على انك تشوف مواهب الناس فهي دي الصفقة الحقيقية، وشكلك عندك حاجة مميزة. بس مع كده ففي فرصة كبيرة بانك بتحفر قبرك بنفسك، وانت بتعمل كده هيكون الحوار وحش لو انت ما قدرتش تتعامل مع القوة دي، بس انا متأكد انك هتكون شخص عظيم. فبيقول له شخص عظيم؟ فبيبص له وبيقول له ده انت حتى ممكن تكون الامبراطور. فبيقول الامبراطور؟ فبيطبطب عليه وبيقول له انا بهزر، وهل ممكن انك تبقى امبراطور في ارض صغيرة زي دي؟ وانا بصراحة مش متأكد لسه لو كان الجيل الجاي من عائلة لوفلين هيقدر يعمل كده. وفي اللحظة دي بيتجمع الجنود على ريتسو وبيقولوا له انت كنت مذهل، ويا ترى انت اتعلمت فين انك تستخدم السيف؟ وايه رايك نعمل اختبار مع بعض وانا عايز اعرف قد ايه القوة بتاعتي وانا كمان. فريستو بيقول لهم انا اسف بس انا بصراحة مش قادر اشيل السيف
بتاعي اكتر من كده علشان القتال كان قوي. وبعدها بيروح رويس عند ريتسو وبيقول له انت بتعمل ايه؟ ولما بيدخل ريتسو بيقول له هو انا شكلي غريب ودي اول مره ليا البس هدوم زي دي. فرويس بيقول له شكلها جامد جدا عليك. وهم ماشيين رويس بيقول له انت كده قبلت انك تشتغل كخدام شخصي عندي مش كده؟ فبيقول له انا عايز اساعدك باي طريقه. فرويس بيقول له ان هو ده القصر بتاع ملك الارض دي وريتسو بقى جندي في الجيش بتاعنا ودي حاجه عامله زي القصص بصراحه. فريتسو بيقول له فعلا وانا حاسس ان انا بحلم. وبيقول له لولاك يا سيد رويس كان زماني ميت في الشارع وانا مش عارف اشكرك كفايه. وبينزل على ركبته وبيقول له انا فعلا ممتن ليك ولبقيه حياتي فانا بوعدك ان انا هعمل اقصى حاجه عندي علشان ارد لك الجميل. فبيبتسم وبيقول له ماشي وخلينا نشتغل مع بعض ونبني امبراطوريه قويه جدا. وبيمشي في السوق وبيقول لريتسو لو كنا عايزين نحمي البلد بتاعتنا فاحنا محتاجين اشخاص عندهم مواهب وافضل حاجه اننا نلاقي شخص عنده مهاره سحريه. فبيقول له قوه سحريه؟ فبيقول له ايوه. وبيطلعوا يجروا ورا واحده وبيشدوا العبايه منها. وبنرجع مع بعض حبه علشان نعرف السبب اللي خلى رويس يدور على شخص عنده قوه سحريه. وبنشوفه هو بيقول ان مهارات الناس فيها انواع كتيره ومنها ان الشخص يبقى قائد مميز وفي كمان مهاره البراعه ومهاره الابداع ومهاره الدبلوماسيه وكمان مهاره الطموح. وانا اقدر ان انا اشوف المواهب بتاعت الناس على شكل ارقام بمهاره اسمها مهاره التقييم. وابويا قال لي ان يبقى عندي القدره على ان اعرف مواهب الناس فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه للامير وهحتاج ان انا استخدمها علشان اقدر انجو في زمن الحرب اللي داخل علينا. وبنروح للقصر اللي هو قاعد فيه والطباخ بيشكر ريتسو علشان جاب له الحاجات اللي هو طلبها منه وبيقول له انا اسف علشان طلبت منك انك تعمل شويه حاجات مش مهمه زي دي. فريتسو بيحط الحاجات على الارض وبيقول له انا ما عنديش مانع وانت بتاكلنا اكل لذيذ كل يوم. وريتسو بقى واحد مننا خلاص علشان عدى كام شهر وهو موجود معانا وبيكون بيواجه واحد من الفرسان وبيقدر يطير السيف بتاعه. ودلوقتي كان بيبقى موجود جنبي بدل ما يشارك في الحرب والدروس اللي اخدها زودت من شطارته بشكل كبير وبقى دلوقتي واحد من اكتر الناس المثقفين في بيت لوفلين وبيوصل الابداع عنده لنسبه 89. وبيقول رويس ان كل اهل القريه تقبلوه وبقى يحبوا اهل القصر وسكان المنطقه بمجرد ان هم اتعرفوا عليه. وبيسمع الخدامه وهي بتقول انا شايفه ريتسو جميل جدا فبتقول لها معاكي حق ده غير ان هو قوي ومثقف كمان وبيقدر انه يتعلم بسرعه وحاجه حلوه انه يكون موجود معانا ده غير انه وسيم لما تبصي له من قريب. ساعتها بيدخل عليه ريتسو وبيقول له دلوقتي هنبدا درسنا بتاع النهارده يا رويس مش كده ولا لا؟ فبيقول له ايوه ويلا بينا. وبيكون ريتسو هو المعلم وبيقول ان قاره سمر فورس كان فيها 7 ممالك بس مع الوقت اتحدوا مع بعض وكونوا امبراطوريه سمر فورس. ويا رويس انت فاكر الكلام ده؟ فبيقول له ايوه. وبيكمل وبيقول واحده من الممالك السبعه واللي اسمها مملكه انسل علشان موقعها مميز جدا فده بيسمح لها بانها تشتغل في التجاره البحريه مع الدول التانيه والتجاره بتاعتها ازدهرت واتطورت وبقت في حته تانيه خالص وبتهجم على بقيه الممالك السته التانيين وبتحتلهم والقاره كلها بقت تحت سيطره ملك انسل واللي بيكون اسمه انس وعين نفسه امبراطور وغير اسم المملكه بتاعته وخلاها باسم امبراطوريه سمر فورس. والكلام اللي انا بقوله لك ده حصل من 203 سنه. فبيقول له ايوه وانا كنت اعرف الحاجات اللي انت قلتها علشان قريتها في كتاب من فتره. فريتسو بيقول له بس امبراطوريه سمر فورس في وضع وحش دلوقتي علشان الملك بتاعها هو الوريث ال 12 وهو طفل وعنده 8 سنين وملهوش في اي حاجه ليها علاقه بالحكم واللي بيحكم الامبراطوريه فعلا هم اتباعه واللي شغالين يتنافسوا مع بعض وده خلى في فساد موجود في السلطه المركزيه. ولما سيطره الامبراطور تقل على الارض اللي هو بيحكمها بتبدا الثورات بتاعه الشعب تقوم في كل مكان وده اللي خلى حكام الممالك يعصوهم ما يسمعوش كلام الحكم الملكي وبقوا يقووا حكمهم الذاتي على الممالك بتاعتهم. فرويس بيقول ان دي مجرد صراعات بسيطه دلوقتي بس حتى ابويا بيروح من فتره للتانيه علشان يهدي الحوار وانا متاكد ان هيحصل معركه اكبر في يوم من الايام وانا محتاج ان انا استعد لده عن طريق ان انا استخدم قوتي علشان اجمع اشخاص عندهم موهبه واخليهم يقفوا في صفي ويقدروا ان هم يساعدوني. وحاجه تفرحني بصراحه ان الموضوع ما يوصلش للحرب بس لو حصلت فعلا وحصلت حرب اكبر فيا ريتسو انت شايف ان المعركه هتبدا منين؟ فبيقول له هنا في مملكه نيسان وده اللي انا شايفه بصراحه. فبيبص له وبيقول له ليه واشمعنى اخترتها وما اخترتش حاجه غيرها؟ فبيقول له علشان الحاكم دلوقتي بتاع مملكه نيسان واللي اسمه امادو راجل كبير في السن وحالته الصحيه صعبه ومحتمل جدا ان هو يموت في خلال كام سنه جايه والمعلم امادو عنده ولدين واللي احنا متعودين عليه ان الخلافه والحكم بيكون للابن الاكبر بس الابن
والابن الاصغر لامادو مؤهل اكتر علشان يحكم، وشكل الحاكم محتار ومش عارف يخلي مين اللي يحكم وراه، ولو حصل ومات قبل ما ياخد القرار ده فده هيخلي في حرب تحصل من غير اي شك، وحتى لو اخد القرار قبل ما يموت فبرضه اتوقع ان في حرب هتحصل في اي حال من الاحوال، وشكل ان الاخين عايزين ياخدوا الحكم وكل واحد فيهم شايف ان هو احق من التاني. فرويس بيسأل ريتسو بيقول له يا ترى انت شايف لو حصلت حرب بين الاخين فابويا هيقف مع مين؟ فبيقول له انا شايف ان ابوك مايل ناحيه فكره ان الخلافه بتكون للابن الكبير، بس هو لحد دلوقتي ما قررش هو هيقف مع مين. فبيقول له فهمت، علشان ابويا ما فيش علاقه مباشره بتربطه مع حاكم نيسان، وبيقول ان كل مملكه بتتقسم لعدد من المحافظات، وابويا بيساعد رئيس دوله كناري، وبيكون قصده يا جدعان من الاخر ان ابو رويس موجود حاليا في مدينه لامبورغ، ولامبورغ دي لازقه في دوله كناري، فعلشان كده ابو رويس بيروح ويجي على رئيس دوله كناري، بس دوله نيسان هي اللي بعد دوله كناري الكبيره دي واللي بتكون باللون البرتقاني، فعلشان كده ابو رويس ما بيروحش كتير لهناك. وبيقول مع ان المهاره بتاعتي اللي هي التقييم ممكن تنفعني لما اجي اختار هنقف جنب مين، وانا شايف ان انا هقدر اغير مستقبل العصر الجديد، وانا حاسس بالتوتر وابويا لسه حي بس انا مجرد طفل، وريتسو هو صاحبي الوحيد اللي انا لقيته لحد دلوقتي، ولو ابويا وقف في الناحيه اللي هتخسر فده معناه ان هي دي فرصتنا. فريتسو بيقول ان انت لو عملت انجاز كبير في حرب زي دي فساعتها ده هيعلي من مكانتك كامير جدا وهيخليك في حته تانيه خالص. فبيقول له فعلا معاك حق، وبيقول له خلينا نحاول نكون اقوى ونرفع احتمال ان نتيجه زي دي تحصل، وبيكون قصده خلينا نكون حاطين في دماغنا ان احتمال ان حرب تحصل ده احتمال كبير ونكون مستعدين لده، وما تقلقش انا معاك وهحميك يا رويس مهما حصل ومهما كان السبب. فبيقول له يا ريت تساعدني يا رويس. فبيقول له ماشي ويلا نروح ندور على ناس ثانيه من دلوقتي. فبيقول له يلا بينا وانا فرحان علشان همشي معاك. ولما بيطلعوا من القصر بيلاقي ابوه بيتدرب، وبيقول ان هو بدأ يقضي وقت اطول في التدريب في الايام الاخيره وشكله حاسس ان الحرب قربت. فساعتها بيبص له وبيقول له هو انت رايح للمدينه من تاني يا رويس؟ فبيقول له ايوه وهروح ادور على ناس ثانيه علشان اخليهم جنود عندنا ويبقوا في صفنا. فبيقول له فهمت، واتمنى انك تلاقي شخص عنده موهبه في السحر ويكون قوي كده. فبيقول له سحر؟ فبيقول له ايوه، علشان السحر هيكون عامل مهم جدا في الحرب اللي جايه، وانا ما اقدرش استخدم السحر بالشكل المطلوب، وحتى الخدم بتوعي قليل جدا منهم اللي يقدر يستخدمه، بس برضه مش موهوبين بشكل مميز. وبيقول انا متاكد في ان السحرة يقدروا ان هم يقلبوا الترابيزه في المعركه وهنحتاجهم وانا متاكد من كده. فرويس بيقول سحر، وانا حاولت استخدمه في مره من المرات علشان ابويا طلب مني ان انا اعمل كده، وحطيت خرزه مليانه بماده حمراء وبصراحه ما اعرفش ايه الماده دي، ووصلتها بجهاز غريب وكنت بقول جمل ومنهم هبره كدبره، ورحت مطلع شعله ناريه بس كانت معوقه شويه وفجاه بتختفي. واول ما ابويا شاف الشعله ما طلبش مني ان انا احاول مره تانيه من الوقت ده، وقال لي كفايه كده عليك يا حبيبي، والشعله اللي انت طلعتها دي اخرك تروح تسخن عليها كوبايه شاي ولا حاجه، وان التعويذه اللي انت استخدمتها بتقول ان انت ما عندكش موهبه في السحر خالص، وانا بعتمد عليك انك تلاقي لنا واحد بيقدر يستخدم السحر بشكل مميز ويكون قوي. فبيقول له هعمل اقصى حاجه عندي. وبيركبوا الحصان وبيقول رويس زي ما كنت متوقع منك يا ريتسو، وانت طلعت موهوب كفارس كمان، وان احنا نلاقي ساحر يقف جنبنا فده هيخلينا مستعدين اكتر للحرب، مش كده ولا لا؟ فبيقول له ايوه، وان الساحر هيقوي مننا قوي، وده علشان مستقبل القريه بتاعتنا، وانا محتاج ان انا الاقي افضل واحد يقدر ان هو يستخدم السحر. وبعدها بيوصلوا لمدينه كناري، وبيقول ان في عدد كبير جدا من الناس موجودين هنا، وسمعت ان عدد السكان حوالي 50,000 شخص. فبيستغرب رويس وبيقول له 50,000 وده عامل زي 50 ضعف عدد سكان مدينه لامبورغ، و50 ضعف يعني كده قصده ان عدد سكان مدينه لامبورغ يعملوا حوالي 1000 شخص. وبيقول ان هي دي العاصمه بتاعت مدينه كناري، وهي دي قلعه كناري اللي موجوده هناك، والقلعه دي هو مكان عائله برايس، وهي دي العيله اللي بتحكم المنطقه. فبيقول قد ايه هي قلعه جميله، وبيبص حواليه وبيقول شكل الناس اغنياء، وانا عايز اوفر النوع ده من الحياه لاهل القريه بتوعنا في يوم من الايام. فبيقول انا متاكد ان احنا هنلاقي واحد بيستخدم السحر بشكل ممتاز علشان في عدد كبير من الناس، وتقدر انك تختار افضل واحد منهم، وخلينا نعمل اقصى حاجه عندنا. فبيقول له ماشي، وبيفعل المهاره بتاعته وبيبدا يكشف عن الناس اللي موجوده، وبيكون موجود جندي وحداد وساحر، بس الساحر المهاره بتاعته بتكون مش قويه، وبتكون موجوده واحده بتعالج الجرحى وشويه ناس ملهمش لازمه، وشكله
كده ملقاش حاجه عجبته، وبعدها بيروح يقعد جنب النافوره، وريتسو بيقول له انت ملقتش اي واحد عجبك؟ فبيقول له ايوه، والمهاره بتاعت الاشخاص بتظهر لي في ارقام ورتب على حسب الكفاءه بتاعته، والكفاءه بتاعتهم كانت في المستوى بي، بس انا عايز حاجه اعلى من كده. وبمعنى تاني حتى لو كانت الاحصائيات بتاعتهم عاليه فده مش معناه حاجه من غير الكفاءه المناسبه. وبيحسس رويس على عينه من كتر الارهاق، وده علشان يستخدم التقنيه بتاعته بشكل كبير. فريتسو بيقول له انا مش عايزك تقلق، واكيد هتلاقي شخص يناسبك، واحنا لسه بادئين دلوقتي فخلينا ما نستعجلش. فبيقول له معاك حق. وهما ماشيين في المدينه وريتسو بيكون ماسك خريطه، رويس بيعدي جنب زقاق بس بيلاحظ ان في حاجه، ولما بيبص بيلاقي ناس غلابه وطفل ماسك اللعبه بتاعته. فرويس بيستغرب من اللي شايفه، وريتسو بيقول ان هيكون في سوق قدامنا، وانا متاكد ان هيكون في هناك عدد كبير جدا من الناس، بس بيستغرب لما بيلاقيه متنح وما بيردش عليه. فبيقول له مالك يا رويس وهو انت كويس؟ ولما بيروح يبص علشان يعرف السبب اللي مخليه واقف كده بيلاقي مجموعه الناس الفقراء دي قاعده في الزواق. فبيقول طالما لقيت ناس اغنياء فاكيد هتلاقي ناس زي دي برضه، وممكن يكون الازدهار والتطور اللي موجود في المدينه دي هو اصلا السبب في انه يكون مفيش عدل ولا مساواه في الفلوس. فبيبص له رويس وبيقول له انت بتقول ايه؟ وانا كنت عايز. فريتسو بيقول له انا عارف انت عايز تقول ايه، وانت نقصتني يا رويس، فبصراحه حاجه تزعلني لما اقول كده، بس مفيش حاجه نقدر نعملها لهم دلوقتي. فبينزل دماغه من الزعل علشان مش قادر يساعدهم، وبيقول له انت معاك حق، وانا ما عنديش القدره علشان انقذهم دلوقتي، ومن شويه شفت التطور اللي من بره وبس، وكنت فاكر ان هي مدينة جامدة جدا، بس المدينة الجامدة دي هي برضو مكان موجود فيه ناس حزينة ومش لاقية تاكل وعايشة في الشارع كمان، وهي دي المنطقة اللي انا عايز ابنيها. وممكن تكون حاجة تافهة مني، بس انا اتمنى ان انا الاقي الشخص اللي احنا بندور عليه واللي عنده القوة السحرية موجود في شخص منهم. وقصده يعني ان هو عايز يلاقي الشخص اللي عنده القوة السحرية واحد من الفقراء والناس اللي نايمة في الشارع، علشان حتى لو ما قدرش ان هو ينقذهم كلهم يقدر ان هو يخلي شخص واحد يعيش حياة كويسة. فبيقول له انا فخور جدا علشان اشتغلت معاك. فبيستغرب وبيقول له ايه وايه اللي حصل لك فجأة؟ وساعتها بنشوف واحدة بتكون بتراقبهم واقفة على جنب كده. فريتسو بيقول له انا قلت الكلام اللي جه في بالي مش اكتر. وبعدها بيروحوا للسوق، ورويس بيقول ده اكبر سوق موجود في مدينة كناري، وبص للاكل اللذيذ ده. فبينادي عليه بياع وبيقول له يا ولد، ويا ترى انت عايز تربي تنين علشان يبقى الحيوان الاليف ليك؟ والبيض اللي انا ماسكه في ايدي ده بيض تنين حقيقي وجايبه من القارة الشمالية. فرويس بيكون متفاجئ وبيقول بيض تنين، ويا ترى في تنانين في العالم ده وكمان اقدر اخليهم حيوانات اليفه؟ وانا عايز واحد على كده. فالبياع بيقول له ده بيض نادر جدا وانا هبيعها علشانك انت بعمله فضه للبيضه الواحده، وكمان ممكن تاخد البيض ده كهدايا لواحد صاحبك. فبيقول له ماشي واديني 3. ساعتها بيطلع ريتسو السيف بتاعه وبيدخل بيه عليه وبيحطه ناحيه رقبته، وبيقول له انت مدرك اللي انت بتعمله وانت بتحاول تنصب على الولد ده؟ فرويس بيقول له استنى وانت بتعمل ايه؟ فالبياع بيقول انت بتقول ايه؟ فريتسو بيقول له اسكت واسمع الكلام. وانا عايز اقول ان التجاره مع القاره الشماليه كانت واقفه السنه اللي فاتت، والطريقه الوحيده علشان تستورد بضاعه زي دي فهيكون عن طريق التهريب، وكمان البيض بتاع التنين عمره ما هيفقس طالما ما اتحطش في درجات حراره عاليه، والبقع اللي موجوده على البيض غامقه وكبيره، ودي مختلفة عن اللي انا شفته في الكتب اللي انا قريتها. ده غير كمان ان مستحيل على اي بياع عادي انه يبقى عنده المجموعة الكبيرة دي من بيض التنانين النادر. فالبياع بيقول له لا مش كده. فبيقول له اسكت وانت هتدفع تمن انك كنت بتحاول تضحك على رويس وهيكون موتك على ايدي. فالبياع بيقول الشخص ده شكله مجنون. فرويس بيشده من الجاكيت بتاعه وبيقول له خلاص فهمت وانا مش هشتري منه، فعلشان كده ما تاذوش لو سمحت، وهي غلطتي علشان انا ما كنتش عارف حاجة عن البيض ده. فالبياع خلاص شكله بيكون هيطلع في الروح، والناس بتتجمع حواليهم علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. فريتسو بيقول خلاص الم نفسي وبيسيبه، وبيقول لرويس سامحني وما كانش ينفع اتصرف من دماغي وهقبل اي عقاب تقول لي عليه. فبيقول له لا وانا اللي المفروض اشكرك علشان انت نقصتني وما خليتهوش يقدر انه يضحك عليا. وبيقول في نفسه يا ترى هيتصرف كده دايما لو في حد حاول ان هو يخدعني؟ فريتسو بيقول انا محتاج ان انا اتصرف بطريقه اعقل من كده قبل ما اقتل اي حد على ايدي. فبيبص له رويس وبيقول له خلينا نكمل في البحث بتاعنا. فبيقول له ماشي، وبيقول انا محتاج ان انا اجتهد على نفسي شويه في الدراسه، وده علشان يبقى عارف لو حد عرض عليه حاجه يبقى عارف هي ايه وما يقدرش ان هو يضحك عليه، زي موضوع بيض التنانين اللي حصل معاه من شويه.
وبعدها بيروحوا يقعدوا جنب النافوره وبياكلوا مكرونه بالكفته، وريتسو بيقول له كل كويس يا رويس، فبياخد قطمه من الكفته وبيقعد يستطعم شويه، وبيقول ده في كمان حاجه حلوه موجوده في المحل ده، وبيحط العلبه وبيسحب شنطته وبيروح عند المحل وبيقول لها اديني واحده لو سمحتي، وبيكون ماسك سره الفلوس اللي معاه. ساعتها بتيجي واحده وبتخبط فيه وبتاخد منه سره الفلوس وبتطلع تجري، فريتسو بيروح عنده وبيقول له انت كويس، وشكله لاحظ ان هي سرقت منه محفظه الفلوس بتاعته. فرويس بيقول فاجئني ده، واكيد ان هي كانت مستعجله. فريتسو بيروح عنده وبيقول له ان الشخص ده سرق منك محفظتك، فلما بيبص لايده بيقول فعلا، وايه اللي يخليها تعمل كده، والمفروض نعمل ايه يا ريتسو؟ فبيشيله وبيطلع يجري وبيقول له همسكها حالا ما تقلقش، بس البنت بتكون سريعه جدا، ولما بيقربوا منها ريتسو بيقدر يسحب الجاكيت اللي هي لابساه. فرويس لما بيشوفها بيكون مستغرب، وبتكمل جري لحد ما بتدخل في زقاق، وبنشوف 3 اشخاص واقفين حواليها، وبيقول واحد قد ايه انت شجاعه يا حته زباله انت، وان واحده زيك بتحاول انها تهرب مننا، وبيديها باليد بيرميها على الارض، وبيقول لها يا شقيه يا حقيره ضيعتي وقتنا معاكي. فرويس بيقول له بطل اللي انت بتعمله، وما ينفعش انك تضرب بنت مسكينه زي دي، وقد ايه دي حاجه فظيعه فعلا. فبيقول له انت بتقول ايه، سمعني تاني كده. ولما كان على وشك انه يديله باليد بيمنعه ريتسو وبيحط ايده وبيقول له ابعد ايدك القذره دي عن رويس. فبيقول له انت بتقول ايه، وانا هطلع عينك دلوقتي، وكان عايز يديله باليد التانيه، بس ريتسو بيقول له انت بتهزر معايا، وبيديله يد بيشقلبه على الارض. فالاتنين اللي معاه بيطلعوا الاسلحه اللي معاهم، وبيهجم اول واحد عليه بالسكينه، بس بيقدر يفلت منه وبيوقعه على الارض. فالمعلم اللي معاه حديده بيهجم عليه، بس بيفلت منه وبيرميه هو كمان معاهم. فرويس بيقول له انت بتضربهم، خليت الموضوع شكله سهل جدا عليك، وانت قد ايه رائع يا ريتسو. فالعيال الثلاثه دول بياخدوا بعضهم وبيطلعوا يجروا. فريتسو بيبص للبنت وبيقول لها انت كويسه، ولما بيفعل عليها رويس مهاره التقييم بتاعته بيعرف انها قويه جدا، وبتكون ساحره من الدرجه اس، يعني من الاخر مفيش زيها اتنين. وكمان مهاره القياده عندها بمعدل 92، والبراعه بمعدل 116، يعني الاحصائيات بتاعتها عاليه جدا. وبيقول ان البراعه بتاعتها بتنافس البراعه بتاعت ابويا وهي في السن الصغير ده، بس مع كده فالمهارات التانيه اللي عندها من المستوى دي، فعلشان كده مش هتبقى قويه في القتال، علشان القتال ما بيعتمدش على السحر بس مع كده انا متاكد ان ده معناه ان هي عندها قوه سحريه كبيره جدا. فريتسو بيروح عندها وبيقول لها رجعي محفظه رويس دلوقتي حالا. فبتقول له بقى كده وبتقوم وبتقول له ماشي. فرويس بيقول لها ايه رايك تبقي التابعه بتاعتي، فبتستغرب من كلامه، وريتسو بيقول له يا رويس انت بتتكلم عن ايه، ودي مجرد حراميه مش اكتر. فبيقول له لا دي عندها موهبه كبيره جدا في السحر، وانا عمري ما شفت شخص قبل كده عنده الامكانيات بتاعتها. فبتقول له ايه وما تكونش سخيف، وانا احسن لي الموت ولا اخدم طفل زيك. فبيستغرب من الكلام اللي هي قالته، وبيقول لها ليه بتقولي حاجه زي كده. فبتقول له علشان في حاجات مش بطيقها. فبيقول لها موهبتي الكبيره في السحر، ويا ترى في وسيله علشان اقدر اقنعك علشان تنضم لنا. فبتقول له سحر، وانا عمري ما استخدمته قبل كده. فبيقول لها مفيش مشكله، وانا اقدر اعرف معلومه زي دي، وكمان لو كنت بتسرقي فده معناه انك عشت حياه صعبه جدا، صح كلامي ولا لا؟ ولو بقيتي التابعه بتاعتي فهديكي فلوس كويسه، ده غير الاكل كمان، وهتعيشي حياه احسن من دي، علشان كده لو سمحتي. فبتقول له انت بتتكلم كانك طفل متدلع ومن عيله نبيله، ومين اعطاكم الحق انتم يا نبلاء انكم تبصوا للناس التانية باحتقار؟ فرويس ما بيكونش فاهم كلامها، وبتكمل وبتقول انتوا بتعيشوا حياة في رفاهية، وانتم متأكدين انكم تستحقوا المكان المميز اللي انتم موجودين فيه، بس يا ترى ايه اللي انتوا حققتوه فعلا علشان تعيشوا في مستوى زي ده؟ وانا شايفة ان الحظ لعب معاكم مش اكتر من اول ما اتولدتوا، ومع كده فانتوا بتتصرفوا كاننا اقل منكم في المستوى، وانا مش مهتم علشان ابقى اداة علشان احمي حياتك المرفهة. فبيزعق لها وبيقول لها انا مش زيهم، وانا عايز ابني مدينة في يوم من الايام يقدر فيها الناس اللي زيك انهم يعيشوا حياة مستقرة، فعلشان كده محتاج مساعدتك. فبتقول له في يوم من الايام، ويا ترى امتى هيجي اليوم ده وانت عايش دايما في حياة مرفهة؟ علشان كده ممكن ما تستوعبش اللي انا بقوله، بس في ناس زينا بيقضوا يومهم وهم بيعانوا من الحر وبيرتعشوا من البرد، وما يعرفوش ابدا امتى هتيجي اكلتهم اللي جايه، واحنا ما نقدرش نستنى اليوم اللي انت بتقول عليه ده علشان تبين للناس التانية قد ايه انت شخص طيب وصالح، وبطل انك تستهزأ بيا، وانا مش هنا علشان اساعدك، علشان ترضي نفسك. فرويس بيكون مستغرب جدا من كلامها، وريتسو بيقول لها انا فاهم انت تقصدي ايه، بس السرقه مش حاجه كويسه، ولو سمحتي رجعي المحفظه بتاعت رويس. فبتقول له ماشي وهديها لك، بس علشان انت نقصتني ومش عايز اكون مدينه ليك. فرويس بيلاحظ ان في حاجه معلمه على جلدها، فبيسالها مين الناس اللي كانوا واقفين حواليكي دول. فبتقول له ان هم شغالين مع تاجر العبيد، وقبضوا عليا وانا بتسلل لواحد من المخازن بتوع النبلاء، وباعوني تاجر العبيد، بس انا قدرت ان انا
اهرب منه، بس الناس اللي شغالين معاه الاغبياء دول فضلوا يجروا ورايا، واكيد هم كانوا فاكرين ان انا هتباع بسعر عالي، وده علشان انا جميله. فبيقول لها طب ايه اللي مخليكي لسه قاعده في المدينه دي بعد ما قدرتي انك تهربي من تاج العبيد، ومش المفروض انك تحاولي انك تبعدي اكتر؟ فبتقول له ما اقدرش. فبيقول لها ليه لا؟ ساعتها بتيجي مجموعه اطفال وبيجروا عليها، وبنعرف ساعتها ان اسمها شارلوت، وبيقولوا لها انت غبتي لمده يومين فعلشان كده قلقنا عليكي، واحنا جعانين قوي يا شارلوت، وانت وحشتيني جدا وانا جعان وعايز اكل. فرويس بيقول مين الاطفال دول؟ فبتقول له ان هم زي ايتام ما عندهمش عيله يروحوا لها، وبيكسبوا لقمه عيشهم من الشارع، وما اقدرش ان انا اهرب واسيبهم ورايا. فرويس بيقول لها فهمت، وعلشان كده انا مش هحاول ان انا اضمك في صفنا، واديني محفظتي يا ريتسو لو سمحت. ولما بيديها له بيعرض عليها ان هي تاخدها، فبتقول له انت لسه بتحاول تلعب دور الشخص كويس، وانت قدمتها لي ونيتك صافيه مش كده؟ علشان كده ما تتوقعش ان انا هعمل لك اي حاجه في المقابل. فبيقول لها مش هطلب منك حاجه. وهي ماشيه بتقول له قد ايه انت غريب فعلا، وبتاخد الاطفال وبتمشي. فواحد من الاطفال بيبص لرويس فبيسلم عليه، وبيقول ان انا ما اقدرش ان انا ابعدها عن الاطفال دول. وبيجي الليل والمعلم رويس بيكون قاعد في البلكونه، فبيدخل عليه ريتسو بيقول له ان الجو بيسقع بالليل حتى واحنا في الصيف، فعلشان كده ادخل لو سمحت علشان ما تبردش. فبيقول له ماشي. فبيقرب ريتسو بيقول له انا كنت في وضع مشابه ليها، علشان كده فاهم شعورها، والعالم ده مش رحيم بالناس الضعيفه، وانا شايف ان هي اتعاملت معامله وحشه على ايد واحد من النبلاء في الماضي، فعلشان كده شايفه كل النبلاء اشخاص ظلمه ومفتريين، بس انت مش واحد منهم، وانا عارف ده اكتر من اي حد تاني. فبيقول له في مرحله معينه بدات ان انا اعتبر اسلوب حياتي المميز ده حاجه جات لي بالحظ، وانا مش بلومها على زعلها مني، وانا عايز احسن اوضاع المدينه فعلا، بس ممكن ما كنتش فكرت في الحوار قوي، وانا شايف ان هي معاها حق في الكلام اللي هي قالته. ساعتها بيلاحظ الاطفال وهم بيجروا وبينادوا على شارلوت، فلما بيشوفهم بينزل علشان يعرف ايه اللي حصل وايه اللي بيخليهم يجروا. فبيقولوا له انت الشخص اللي شفناك قبل كده، وقدروا ان هم يمسكوا شارلوت، وبنشوفها وهي مغمى عليها، واخدينها الثلاثه اللي اخدوا علقه محترمه من ريتسو. وبنكمل معاكم الحلقه الثالثه بفلاش باك لماضي شارلوت، واللي بتكون قاعده في الزقاق، والجو ساعتها بيكون ساقع جدا، وبعد كده بتيجي عربيه واللي بيبان ان فيها اب وام مع بنتهم الصغيره. وساعتها شارلوت بتقول انا اخر مره عيطت فيها لما عرفت ان انا ما عنديش اب وام. وبعد كده بنتنا شارلوت بتروح علشان تجيب لها حاجه تاكلها، بس اول لما الاتنين دول بيشوفوها كل واحد فيهم بيروح في طريق، فبتمشي وبتروح عند الراجل ده وبتقول له حاجه لله، فبتزقها وبتقع على الارض. فبتقول الناس هنا في المدينه دي كانوا بيبصوا لي بصه اقل من الزباله، يعني اللي هو انا ما حصلتش الزباله حتى. وبنرجع بقى من الفلاش باك وبنشوف العصابه ماسكين شارلوت وبيرموها على الارض، وبعد ما بيرموها بينزلوا فيها ضرب، بس هي ما بتعيطش، وده اللي بيخلي العصابه مستغربه، وان ازاي اخدت الضرب ده كله مش بتعيط. والراجل اللي هو المفروض تاج العبيد بيقول لهم مالكوش دعوه بوشها، يعني اضربوها في اي حته انتوا عايزينها ما عدا الوش، علشان الضربه في الوش ما فيهاش معلش، وده علشان لو ضربوها في وشها فده هيخلي تمنها يقل. وبنعرف يا صديقي ان النبلاء بيشتروا البنات الفقيره وكده علشان يلعبوا معاهم يوم الخميس، ولما بيبصوا عليها تاني بيلاقوا جنبها كيس فلوس، وده اللي هي اخدته من رويس لو فاكرين. بس شارلوت بتقوم من تاني وبتحاول انها تسرقه وبتطلع تجري، بس الشخص ده بيقدر ان هو يمسكها من تاني وبيرزعها على الارض، وبيقول لها مهما حاولتي فانت مش هتعرفي تهربي مننا تاني خالص. وبتفتكر الاطفال اللي هي المفروض يعني تعتني بيهم، وبتحاول ان هي تقاوم من تاني. فبيجي تاجر العبيد وبيقول لها انت بتهربي ليه اصلا؟ ده احنا هنبيعك لواحد هياكلك ويشربك ويسكنك، يعني انا شايف انك مش هتكوني عايزه حاجه اكتر من كده، ولو افترضنا ان انت عرفتي تهربي فهترجعي لحياه البؤس من تاني. والراجل الخنزير ده ما بيلحقش يكمل كلامه، وبيلاقي الباب بتاعه بيتكسر وواحد من رجالته مضروب، وطبعا اللي بيكون مشرفته كده هو ريتسو. والراجل اللي في العصابه اول لما بيشوف ريتسو بيحاول ان هو يهجم عليه، بس ريتسو كل مره بيقوم معاه بالواجب وبزياده حبتين كمان، ولما اصحابه بيحاولوا يتدخلوا بياخدوا على وشهم هم كمان، وبيركنوا على جنب مع اللي قبلهم. وبعد كده بيجي رويس واللي عامل زي البليه ده وبيطمن على شارلوت، وشارلوت طبعا بتكون مستغربه. فرويس بيفعل القدره بتاعته وبيبص على تاج العبيد، وبنعرف ان اسمه البرت. فتاج العبيد اول لما بيركز في اللبس اللي لابسه رويس بيعرف انه واحد من النبلاء، ورويس بيطلب منه ان هو يسيب شارلوت حالا. فالبرت بيقول له يا ابني دي بضاعه بتتباع وبتشترى، فايه اللي هيخليني اسيبها كده؟ وهو انت يا ابني شايفني حابسها؟ فشارلوت بتحاول ان هي ما تخليهوش يتدخل في امورها علشان يعني ما يوقعش نفسه في مشاكل زياده. فرويس اول لما بيسمع الكلام ده منها بيفعل قدرته عليها،
واللي بيشوف ان عندها بعض القدرات العالية جدا، وتصنيفها في السحر اس، ولو حد ما يعرفش التصنيفات فاقل درجة هي دي، بعد كده سي، بعد كده بي، وبعد كده ايه، وبعد كده ايه بلس، وبعد كده في الاخر اس. يعني اس حاجة عالية من الاخر، بس بيلاقي عندها طموح واحد، يعني دي شخص فاقد الامل بنسبة 100%. والراجل اللي هو تاج العبيد بيقول له الطموح ايه وكلام فارغ ايه، فرويس بيقول له الطموح هو اللي بيخلي للانسان معنى، يعني بيخليه دايما يسعى ان هو يحقق اهدافه، وهو اللي بيعمل الحياة طعمه، من غيره الانسان بيبقى ميت. وطبعا ألبرت اول مرة يسمع بالكلام ده وبيقعد يضحك عليه، وبيقول له يا ابني انت عبيط، دي عبدة، ومهما طلعت او نزلت فهي هتفضل عبدة. فبيضايق رويس وبيقول له انت بتضحك عليه، وانت اساسا المفروض ما تخليهاش عبدة، علشان المفروض واحد بالغ زيك هو اللي يحمي مستقبل الاطفال مش يهدمه. ومش مكفيك كده، لا ده كمان انت واقف عمال تضحك. وبيقول له احنا اتولدنا احرار ومصيرنا في ايدينا، وهي اللي المفروض تحدد مصيرها مش انت. وشارلوت اول لما بتسمع الكلام ده بترجع في ذكرياتها، وبتسأل نفس السؤال الغبي اللي سألته في اول الحلقة، وبتقول انا امتى اخر مرة عيطت فيها مش فاكرة، وبتقول ان العياط ده للناس الضعيفة مش اكتر، ومش هيساعدني في النجاة. وبتقول احنا اول لما بنتولد مصيرنا بيتحدد، وهل هنعيش حياة مرفهة ولا هنعيش حياة قحط زي دي. وبتقول ان الناس كلهم كانوا بيبصولي بصة وحشة، وبيبصولي بنظرات مش بيبصوا للزبالة بيها اصلا. وبتقول من ساعتها وانا قفلت قلبي علشان محدش يأذيني، وبدل اسلوب الشحاتة اللي كانت بتشحت بقت تنتش وتجري. وبنرجع في الوقت الحاضر وبنلاقيها بتعيط، ودي تاني مرة تعيط فيها في حياتها من ساعة المرة الاولى اللي قالت لنا عليها في اول الحلقة، علشان ما كانش عندها ام واب. ما علينا، هي كل اللي مستغرباه ان هي بتعيط. والمعلم ألبرت تاجر العبيد بيتضايق من كلام رويس، وبيؤمر الناس اللي موجوده ان هم يتجمعوا، بيقول انا كنت صابر عليك علشان انت من عيله نبيله وبتاع، بس علشان فضلت تهلفت في الكلام فانا خلاص صبري خلص. فشارلوت بتقول لهم يهربوا بسرعه، بس رويس بيقول لها ما تخافيش دول ولا حاجه. وبيقول رويس لريسو تعرف تخلص على الناس دي، فريسو بيبتسم كده وبيقول له من دواعي سروري. فواحد من اللي واقفين لما بيشوفه بيضحك كده بيقول له استعد بقى علشان الابتسامه بتاعتك دي مش هتفضل على طول. واول لما بيهجم على رويس بيمسكوا بحركه الاندرتيكر وبيرفعوا بايده في الهواء، وبعد كده بيطلع خنجر وبيقول لهم انتوا عارفين تمن انكم تضايقوا رويس، فهو الموت على طول. وبيجي اتنين بيهجموا عليه بس بياخدوا اللي في النصيب وبيركنوا على جنبه هما كمان. وبيجي واحد تاني فبيشكوا ببطنه زي ابراهيم الابيض، والاتنين التانيين لما بيشوفوه بيكونوا خايفين، فبيرمي على واحد منهم السكينه، وواحد بيجي من وراه وبيكون عايز يغفله، بس على مين يا ابني ده ريسو، وبيديله واحده دبل كيك بيرميه على الارض. فالسحرة بيستعدوا علشان يهاجموه وبيستخدموا عليه تعويذه النار، بس هو طبعا مش بيتاثر بيها وبيخش من قلب النار وبيخلص عليهم. وشارلوت بعد ما بتشوف القتال خلص بتكون قاعده على الارض ومزبهله كده وشكلها مش مصدقه اللي حصل. وألبرت تاجر العبيد بينادي على واحد ضخم علشان ينزل يشوف اللي حصل، ولما بينزل من على السلم بنعرف ان الشخص ده كان قائد في الجيش وبيكون شغال مع جيش المملكه كناري، والسبب اللي خلاهم يطردوه ان هو صايع وسلوكه وحش. وشارلوت اول لما بتشوف الشخص ده بتقول لهم ده خطير جدا ولازم تاخدوا بعضكم وتهربوا دلوقتي، بس رويس بيفعل عليه قدرته وبيشوف مستواه وبيقول لها ما تخافيش منه وملهوش لازمه. والراجل الضخم ده بيهجم على ريتسو، بس ريتسو بيتجنن وبيتعلق في النجف اللي فوقيه وبينزل على وشه بالجزمه، ولما بيحاول يهجم عليه من تاني بيديله واحده خطافيه بترقده على الارض. وشارلوت بتكون قاعده على الارض ومزبهله برضه من اللي بيحصل قدامها. فألبرت لما بيشوف اللي حصل لرجالته كده بيقلب زي الفرخه وشكله عايز يكاك يا جدعان. وبعد كده رويس بيطلع له كيس فلوس وبيقول له ما تخافش انا هشتري منك شارلوت. فبيقول له ما اقدرش بحالك علشان في واحد اصلا اشتراها او لسه هيشتريها. فبيدخل ريتسو وبيقول له نعم انت بتقول ايه، ومش بيقول لك رويس انه عايز يشتريها. وانت طبعا عارف ان في قوانين التجاره بتاعت العبيد ان طالما التاجر ما قدرش ان هو يحمل البضاعه بتاعته فاقدر ان انا اخدها منك من غير ما اديك شيلم واحد، بس انا مش حابب ان انا اقل منك وهديك فلوس وكاني اشتريتها منك، وده علشان تحافظ على سمعتك وان الناس ما تعرفش ان احنا دخلنا وضربناك واخدنا الحاجه منك. فالراجل بيضطر ان هو يوافق علشان ما يحصلهوش زي اللي حصل لرجالته، وبيبيعها لرويس فبيقول لها يلا بينا علشان نرجع البيت، وزمان الاطفال دول مستنيينك. وهم طالعين من المكان بتقول لهم في مكان عايزه ازوره وبتاخدهم علشان يروحوا ليه وبيفضلوا ماشيين. ورويس بيقول لها يا بنتي خلاص نفسي هيتقطع يخرب بيتك هموت. وبعد شويه مشي كده بيوصلوا اخيرا للمكان واللي بيكون بيطل على المدينه وبيكونوا شايفين كل حاجه من فوق، وبيكون المفروض ان ده منظر جميل يعني بالنسبه لها. وبتقول لهم هو
ده المكان السري بالنسبه لي، واول لما باجي هنا كل المشاكل اللي عندي بتروح. ورويس بيستغرب ان هي بتقول له على المكان اللي هي بتحبه، فبتقول له انت قلت لي انك عايز انك تعمل مدينه يقدروا فيها الاشخاص اللي زي يعيشوا حياه مستقره، وبتساله ليه عايز تعمل حاجه زي كده، فبيقول لها علشان انا بحب الاطفال، وعلى اساس ان هو يعني مش طفل، وبيفتكر ذكريات في حياته اللي قبل كده لما كان بيبقى راكب في القطر وجاي تعبان من الشغل وشايل هموم الدنيا كلها، واول لما بيشوف طفل صغير بيضحك له وبترفع معنوياته من تاني، وبعد كده بيتخيل المملكه بتاعته والمكان اللي هو عايش فيه. والله اعلم اللي عايز يطلع محارب واللي عايز يطلع دكتور واللي عايز يفتح بستان علشان يبيع فيه ورد ويسترزق. وبيقول لهم انا نفسي اعمل مكان اخلي الاطفال اللي فيه يبقى عندهم امل، وساعتها المدينه تكون كلها بهجه وفرحه. وبعد لما بيخلص خطبته العظيمه بيحس ان هم ما فهموش اي حاجه من اللي قالها، فبيقول لهم بكل اختصار المكان اللي انا عايز اعمله يقدر الواحد فيه ان هو يستمتع بوقته. فشارلوت في الوقت ده بتفجرها وبتقول له انا هاجي معاك، فرويس بيقول لها امال هتعملي ايه في الاطفال دول؟ فبتقول له هم دول السبب ان انا هاجي معاك اصلا علشان اقدر اساعدك في حلمك. فريسو بيقول لها طالما انت وافقتي فلازم نعمل لك اختبار، وبيطلع اداه سحريه اللي كان ماسكينها الناس اللي كانوا خاطفينها، وباين كده هو خدها منهم لما كان بيتخانق معاهم، وبيحط فيها ماده كده لونها احمر وبتهيألي كده دي المانا. فشارلوت بتقول لهم انا معرفش اصلا هي بتستخدم ازاي، وعمري اصلا ما استخدمت السحر ده قبل كده. فريتسو بيقول لها انا هعلمك تعمليها ازاي. وفي الوقت ده بيكون واقف رويس ومستعد علشان دي هتكون اول مره في حياته يشوف حد بيضرب سحر من الدرجه اس، وبتقع شارلوت وبتقول الكلمات السحريه وبتوجه ايديها ناحيه السماء. وفي الوقت ده بنلاقي السلسله بتنور وايديها بتطلع كره من النار كبيره جدا، واول لما بتضربها بتعمل انفجار بيهز المكان اللي حواليهم كله. وحرفيا يا صديقي مفيش حد في المدينه ما سمعش او شاف الانفجار، والناس كلهم كانوا واقفين كده وفاتحين بقهم لدرجه ان البلوره اللي كان فيها المانا بتنفجر او بتتكسر. وريتسو بعد ما بيشوف الانفجار بيكون لسه واقف متنح، فشارلوت بتقول لهم ايه رايكم في السحر بتاعي؟ فبيكونوا منبهرين جدا منه. فبتقول لرويس انا لما هشتغل تابع عليك فانا هاكل وهشرب ويبقى ليا مكان مش كده؟ فرويس بيقول لها انت هتاكلي وتشربي وكمان هتاخدي مرتب كل شهر، هو مش كبير قوي يعني بس هيقضي الغرض. فبتقول لهم انا كفايه عليا بس الاكل والشرب والنوم، انما المرتب ده تديه للاطفال الصغيرين. فرويس بيوعدها ان هو هيحرص على ان الفلوس تجيلهم. فشارلوت في الوقت ده بتقعد على ركبتها وبتتكلم بطريقه رسميه وبتقول له وعدك ان انا هعمل اقصى حاجه عندي علشان اساعدك. فرويس بيقول لها مفيش داعي علشان تتكلمي قدامي بطريقه رسميه. فبتقول له ايه ده بجد؟ واحسن برضه ده انا حتى اكبر منك في السن. فرويس ساعتها بيقول لهم يلا بينا علشان نمشي. فشارلوت بتقول له انا اسفه علشان خليتك تدفع كل الفلوس اللي معاك وده علشان تقدر انك تشتريني. فبيقول لها ما تشغليش بالك، وعلى فكره الكلام ده كله خلاني عايز اكل. وبعد كده بتروح شارلوت علشان تودع الاطفال الصغيرين، وبعد ما بتخلص وداع بيقعدوا في الطريق علشان ياكلوا. وريسو بيكون متضايق من شارلوت علشان كانت بتاكل بطريقه زي الناس الهمج. ويا سبحان الله شوفوا مين بيتكلم، وربنا يرحم ريسو زمان. بس يلا هنقول ايه، كل واحد خسيس بينسى اصله. ولما بيوصلوا للبيت اخيرا بيكونوا واقفين قدام ابو رويس، وزي كل مره رويس بيجيب فيها حد بيقول له انا مش موافق. فبيقول له ليه مش موافق المره دي؟ فبيقول له لا دي بنت والبنت ما ينفعش انها تكون موجوده في ساحه المعركه. فبيطلب من ريتسو ان هو يلبسها القلاده علشان تعمل التعويذه السحريه. فبتفعل التعويذه السحريه واللي اول لما بيشوفها بيفضل مبحلق كده، وبيقول لها انت خلاص دلوقتي بقيتي واحده مننا. فبتكون مستغربه من اللي حصل وبتقول له بسرعه كده. فبيقول لها ايوه. وبتبدا الحلقه الرابعه في سنه 206 من تقويم سمر فورس، وده التقويم اللي اتنشأت فيه الامبراطوريه. وبنروح عند رويس واللي بيستقبل والده علشان كان في معركه، وبنعرف ان منطقه لامبورج اللي هي المدينه بتاعت رويس بتقع في اقليم كناري، وكناري دي تابعه لمقاطعه اسمها ميسان. المهم بقى الحرب او المعركه دي في اقليم كناري ضد اقليم اسمه سيس، وكانت مشاكل يعني على الحدود. وبنروح عند رويس واللي بيجري على ابوه علشان يساله عن اخبار المعركه. فبيقول له احنا المره دي حققنا نصر جامد قوي، والفضل ده بيرجع للانسه واللي هي شارلوت. وبعد كده رويس بيروح يسلم عليها، وبيعرف ان الجنود كانوا مسميين شارلوت بسيده اللهب، والناس في المعركه كانوا بيشوفوها كوحش. وبفضل شارلوت وقوتها اصبح السحر فخر للعيله. وبعد كده بيروح عند الطفلين الصغيرين واللي بيكون واحد فيهم اسمه ريزا والتاني اسمه رين، وبنلاحظ ان هما شبه رويس الخالق الناطق. وسبحان الله الناس دي ما فهمش اي حاجه من ابوهم او امهم، واول لما بيشوفهم بيقول يا ترى امتى اخر مره شفتهم فيها. ورويس بيستخدم عليهم قدرته، واخوه بيكون من المشاة وبيطلع من المستوى ايه، واخته بتكون احصائياتها برضو عاليه بس ما بيكونش عارف هي ايه بالظبط، وبيتوقع ان هما يبقى ليهم ادوار رئيسيه في الحلم اللي هو عايز يحققه.
وبيكون قصده على المدينه اللي هو عايز يعملها. وبعد كده بيجي ريتسو بينادي على رويس علشان يقول له انه ممكن يكون في مواهب جديده جت للقريه. ورويس بيتبسط من الخبر وبيقول له هما فين، فبيقول له ان دول عيله من الصيادين لسه جايين للمدينه هنا جداد، وبيكونوا 2 اخوات طويلين واقوياء وكل الناس بتشكر فيهم. وبنعرف برضو من ريتسو ان العيله اللي هم عايزين يدوروا عليها دي عايشه في الغابه بره حدود المدينه. بعد كده بنلاقي واحده بتنادي على رويس من فوق الشجره، واللي انا اول مره ما عرفتهاش بس عرفت بعد كده ان هي شارلوت. فرويس بيقول لها احنا رايحين ندور على عيله من الصيادين وسمعنا ان ممكن يكون فيهم مواهب. فبتنزل شارلوت من على الشجره وبتقرر ان هي تروح معاهم، وبتقول لهم انا حاليا فاضيه وما عنديش اي حاجه اعملها. وهم راكبين هما ال3 على الحصان، وانا حاسس بيك يا رويس يا ابني والله. المعلم ريتسو وشارلوت بيقعدوا يتخانقوا علشان الحصان مش سريع، وريتسو بيقول لها ده كله بسببك انتي. فبتقول له انت بتقول ايه يا ابني؟ وبتقول ان انا ورويس وزننا ما يتعداش وزن شخص بالغ، وانت المفروض تنزل اصلا وتمشي على رجلك. وبيقعدوا هما الاتنين يتخانقوا، وريتسو بيقول لها انا بحمي السيد رويس، ودي بتقول له انت ما سمعتش على اللي انا عملته في المعركه ولا ايه؟ فريتسو بيقول لها يا بنتي ده انا كنت بمسك السيف من وانا في اللفه، وانت فاكراني زيك اول مره اشوف معركه؟ ودي تقول له انا هحمي رويس، وده يقول لها لا انا اللي هحميه، وكل واحد فيهم عايز يحمي رويس. ورويس يا عيني قاعد وشه عامل زي القطه. وهما ماشيين في قلب الغابه بيلاقوا خنزير طالع يجري، وبيبصوا وراهم فبيجي الاخين واللي هما بالمناسبه بيدوروا عليهم. ورويس بينزل من على الحصان وبيستخدم عليهم قدرته، واول لما بيستخدم قدرته بيكون فيهم واحد واللي هو لابس ابيض بيكون خيال من الدرجه اس، واللي لابس اخضر بيكون رامي من الدرجه ايه. وبنعرف كمان ان الشخص اللي لابس ابيض اسمه غاتوس وهيبقى جندي مشاة من الدرجه ايه. والاتنين الصيادين دول بيسالوهم ايه اللي خلاكوا تيجوا الغابه هنا. فرويس بيقول لهم انا عندي طلب، فبيقولوا له قبل ما تتكلم والله العظيم لا تيجي عندنا البيت وتاكل. المهم بيروحوا بيت الصياد وبيحطوا قدامهم كل ملذ وطاب، وشارلوت بتكون قاعده عماله تحش كالعاده، وريتسو بيكون اللي شاغل باله ان هي هيبقى عندها ذوق وما تفضحهمش قدام الاجانب. فالاتنين الصيادين بيسال رويس انت جيت هنا عايز ايه؟ فرويس بيقول له بكل بساطه انا عايز غاتوس وماركوس علشان يكونوا جنود وتابعين ليا. وابوهم اول لما بيسمع كده بيكون عايز ينط من الفرحه، والاتنين التانيين بيكون هو ده كان اصلا حلمهم وان هم عايزين يبقوا جنود، وبيوعد ابوهم ان هم هيعملوا اقصى حاجه عندهم. وبعد كده ابو الاتنين الصيادين بيقعد يمدح في رويس، وده علشان هو شخص ناضج مع ان سنه صغير وهو مش زي ابنه خالص، مع ان ممكن كمان ابنه اكبر من رويس في السن. فرويس بيقول له انت كمان عندك ابن صغير؟ فبيقول له ايوه بس الواد ده عديم النفع ومش زي اخواته وما يصلحش في اي حاجه خالص. وهما بيتكلموا بيجي واحد وبيسحب لقمة عيش، بس بتكتشفوا شارلوت واول لما بتشوفه بيطلع يجري. فابوه لما بيشوفه بيقول له تعالى هنا وسلم على ابن القائد رويس. فالولد الصغير بيعتذر على اللي هو عمله، واثناء ما هو بيعتذر رويس بيستخدم عليه القدره بتاعته، واللي اول لما بيشوف الاحصائيات بتاعته بيبخ الميه اللي في بقه على طول من كتر الخط اللي شافها، وما بيكونش مصدق ان في شخص عنده قوه الابداع بتاعته للدرجه دي. وبيفكروا بواحد اسمه كرودا، وبيقول في سره ان لو فضلت الف المملكه كلها او حتى الامبراطوريه فمش هلاقي واحد زيه ابدا. ومع ان هو لسه في السن ده وقدراته عامله كده، وانا متاكد ان مع مرور الوقت هيتطور اكتر. فابوه بيحاول ان هو يعتذر على اللي عمله ابنه، بس رويس بيفاجئه للمره المليون انه عايز ابنه ده، واللي بنعرف ان اسمه روسل، وبيكون عايزه علشان يتضم للاتباع بتوعه. فبروسل بيحاول ان هو يمنعه وبيقول له ان هو ملهوش اي لازمه وهيبقى عائق بالنسبه لك. فرويس بيروح عند روسل وبيطلب منه ان هو ينضم ليه، وبيقول له انا متاكد ان انت موهوب. بس روسل اول لما بيسمع كلمه تابع بيجي في دماغه تخيلات وان الثلاثه دول اشرار، وبمجرد ان هو يوافق ان هو يبقى تابع هيتعامل زي العبد، وهيقولوا له روح اقتل ده وروح مش عارف يعمل كذا وروح اعمل كذا، وهو من الاخر كده مش عايز يقتل ولا يعمل اي حاجه، وبيزعق في وشه وبيقول له انا مش عايز اكون تابع، وبيطلع يجري على اوضته وبيقفل الباب. فريسو بيقول له انا شفت الموقف ده قبل كده فين مش فاكر، وبيبص لشارلوت واللي بتكون لسه عماله تحش في الاكل برضه. فبروسل بيقول لرويس ان روسل متوحد وبيقعد مع نفسه وملوش في الصيد او الرمايه او اي حاجه بدنيه عامه، وان من ساعه مامه ماتت من سنتين بيقعد في الاوضه لوحده كتير، وبيقول له ان اي طفل في عمره ابوه صياد بيخليه يقطع الخشب ويتدرب على القوس، وكمان بيخليه يتعلم اسلوب الصيد، ومن الاخر كده بيحاول يقنعه انه ملوش لازمه في المعركه. فرويس بيقول له ان موهبه ابنك مش في القوه الجسديه، لا دي الموهبه بتاعته موجوده في العقل، وبيقول ان القوه الجسديه دي مفيده جدا. وبيقرر ان هو يخش الاوضه عنده، واول لما بيفتح عليه الباب بيخاف وبيرجع لورا تاني. وبذمتك في حد بيخاف من شخص زي كده؟ فرويس بيقول له ما تخافش،
وانا جيت هنا علشان اعتذر لك على اللي انا قلته لك. بس بيلاقيه ماسك الكتاب فبيساله بيقول له انت بتحب القرايه والكتب؟ وبيقول له يا ترى تحب تيجي معايا تزور المكتبه بتاعتنا؟ وبيحاول يغريه اكتر من كده وبيقول له ده هناك في تلال كتب وفي جبال كتب، ده انت هتعوم بين الكتب. فروسل بيخاف منه وبيقول له انا عارف انت عايز ايه وانت لئيم يا عم شكلك، وانا اول ما اخد منك كتاب هتخليني انفذ اللي انت بتقول لي عليه. فرويس بيقول له لا طبعا يا اسطى، وانا افتكرت انك هتبقى مستمتع بما انك بتحب القرايه. فبيقول له انا هاجي معاك بس بشرط، وهو ان الاتنين يجوا معايا علشان يخلي بالهم مني. واول لما بيروح لقصر الكلب اللي عنده جناحات ده بيقعد يلحسه وهو قاعد عمال فاتح بقه زي الجعوره وعمال يقول وحش هياكلني وهيموتني. واخواته بيكونوا واقفين وراه لو هم موجودين هنا اصلا، وبيكونوا منبهرين قوي بالقصر علشان بيكون واسع. ورويس بيقول لهم ان شارلوت هتاخدهم في جوله في المكان، بس هي بترفض في الاول. ولما الاتنين دول بيمدحوا فيها شويه علشان هي قائده الصحراء فبتقرر ان هي تاخدهم في جوله. وروسل بيكون ده كله لسه قاعد عمال يعيط ومش بيرتاح غير لما يروح المكتبه، ولما بيشوف الكتب كانه شاف اكل قدامه. ورويس بيقول له خش اقرا اللي انت عايزه، بس انا حاليا عندي دروس يوميه فعلشان كده هضطر ان انا اسيبك وهسيب معاك ريتسو علشان لو احتجت اي مساعده. وبما ان برضه ريتسو يعني نسبه ذكائه عاليه وبتكون معديه لحاجه و90. ورويس بعد ما بيخلص دروسه بتروح عليه نومه فبيتخض ليكون روسل ساب مكانه ومشى وبيطلع يجري بسرعه علشان يشوفه. ولما بيدخل عليه المكتبه بيلاقيه نايم وحواليه الكتب وتعبان جدا من كتر القرايه، وبيقول يا بيفكرني بنفسي وانا صغير. وريتسو بيقول له ان هو بيتعلم بسرعه لما كان بيجي يسالني على اي معلومه او اي كلمه هو مش فاهم معناها بيتعلمها بسرعه. فرويس اول لما بيسمع الكلام ده بيقرر ان هو يشوف قدرته من تاني، ولما بيشوف معدل ذكائه بيلاقيه بيرتفع من 46 ل 56، وكل ده حصل بس في ساعه واحده. وبعد كده بيجي اخواته علشان ياخدوه ويمشوا، بس لما بيشوفوه نايم بين الكتب بيقولوا ان هو ما بيعرفش اصلا يقرا. فبيستغرب رويس وبيقول لهم هو ما بيعرفش يقرا اصلا؟ فبيقولوا له ايوه، وامنا بس اللي كانت بتقرا وبتكتب، انما الصيادين اللي زينا يعني مش محتاجين القرايه والكتابه علشان كده احنا ما اتعلمناهاش. بس في الوقت ده بيصحى روسل، واول لما بيصحى رويس بيساله انت اتعلمت القرايه والكتابه ازاي؟ فبيقول له كنت بفتكر امي وهي بتقرا لي الكتاب زمان لما كنت صغير، وكنت بطبق الكلام اللي هي بتقوله باللي موجود في الكتاب، وبالطريقه دي قدرت ان انا اعرف القرايه والكتابه. فغاتوس بيستغرب ان اخوه في الوقت ده كان عنده 3 سنين. فروسل بيقول لهم انا فاكر كل حاجه من ساعه ما اتولدت. ورويس بعد ما بيسمع الكلام ده منه بيبقى عايز يتمسك بيه اكتر، وبيكون واقف مع المساعدين بتوعه بيقول لهم انا عايز اي طريقه علشان اقدر اشرح موهبه روسل لابوه. فريتسو بيقول له احنا ممكن نقنع روسل ان في طريقه تانية للصيد من غير استخدام القوس. وبيروح عند اخواته الصيادين وبيقابل روسل وبيقول لهم ان ممكن روسل يصطاد بطريقه الفخاخ، بس اخواته بيقولوا له ان الحيوانات هنا سريعه جدا وكمان ذكيه بطريقه مرعبه، واسرع حاجه نقدر نصطادها بيها هي القوس. فرويس بيروح عند روسل وبيقول له ان القدره على التحمل والاسلحه مش هي اللي بتميز الواحد، وانت مختلف عنهم كلهم وانت قوتك في عقلك. وبيحاول يقنعه ان هو لو استخدم موهبته في انشاء فخ فابوه واخواته التانيين هيكونوا فخورين بيه. بعد كده بيجي يدعموه وبيدوله ثقه في نفسه وبيقولوا له احنا هنكون معاك وهنساعدك باي طريقه. وروسل بيقرر ان هو يروح يصنع الفخ، وبعد كده بيروح في مكانه اللي بيكون واقف قدام ابو روسل وبيكون متفاجئ من كميه الخنازير البريه اللي موجوده جواه. فروسل بيقول لابوه ان اخواته الاتنين هيبقوا جنود وساعتها هيسيبوكوا يمشوا وانت بقيت راجل كبير، ففكرت لك بطريقه تصطاد بيها من غير ما تتعب نفسك. وبيبدا يشرح له ازاي الفخ ده بيشتغل، وبيقول له انا من قرايتي للكتب فالنوعيه دي من الوحوش بتحب انها تهجم على اي حاجه لونها اصفر، وبمجرد ما بتدخل من الباب اللي بيكون مفتوح من زاويه بيقفل عليهم وما بيعرفوش يخرجوا. وبعد كده بيقول له بص هناك وبيلاقي اعشاب متعلقه على فرع شجره، فبيقول له ان الاعشاب دي فايدتها ان صغار الخنازير والامهات الحوامل او اللي بترضع بيشموا ان الاعشاب دي ريحتها وحشه وبكده مش هيخشوا للفخ. وكمان عملت فتحه علشان لو في اي صغار دخلوا جوه الفخ يقدروا ان هم يطلعوا منه بسهوله، وبكده انت بتحافظ على السلاله وهيفضلوا يتكسروا باستمرار. فبروسل بعد ما بيشوف الفخ ما بيقولش اي تعليق وبينادي على غاطس وماركوس وبيقول لهم انتوا هتمشوا بكره صح؟ فبيقولوا له ايوه، فبيأمرهم ان هم ياخدوا روسل معاهم، وبيقول لروسل ما تجيش البيت تاني، وبيطلب من رويس ان هو يعتني بروسل. وروسل طبعا ما بيكونش فاهم هو عمل كده ليه، وكل اللي بيجي في باله ان هو بيكرهه وبيقعد يعيط علشان ابوه طرده من البيت. فرويس بيقنعه ان هو يرجع البيت النهارده وبيقول له ان ابوه اكيد عنده اسباب تخليه يعمل كده. وبعد كده بنروح عند روسل واللي بيكون قاعد في البيت لوحده
وبيفكر في اليوم اللي ماتت فيه امه، وبيقول ان من ساعه مامي ولدتني وبقت صحتها في النازل، وعلشان كده من ساعه مامه ماتت فضل قاعد في البيت جوه اوضتهم وما بيطلعش منها، وبيفضل يعيط علشان هو لحد دلوقتي مش مقتنع ان هو اللي قتل امه، وكمان هو شخص مش مفيد للعيله. بس اللي بيوقف عياطه ان هو بيسمع حد على سطح البيت وهو بيقول لهم بالراحه لحسن تصحوا روسل، وبيكون الاب وولاده الاتنين واقفين على السطح بتاع البيت وبيشكروه على تربيتهم ليهم، وبيقولوا له احنا هنخليك فخور بينا كجنود المملكه. وغاتوس بيسال ابوه ليه اتكلمت مع روسل بالنبره دي، وبيقول له ده حتى الفخ اللي هو عمله كان حلو جدا، فبيقول له ان هو لازم يكرهني علشان انا فشلت في ان اكتشف الموهبه بتاعته، وكل اللي انا ركزت عليه على الحاجات اللي هو ما بيقدرش يعملها، وكنت قاسي عليه طول الوقت، واللي بيخليني حاسس ان انا اب فاشل، وكل اللي انا عايزه دلوقتي ان هو يكون في مكان يتألق فيه موهبته، وهي دي الطريقه الوحيده علشان اخليه يسيب البيت وان اخليه يكرهني، فدي الطريقه الوحيده برضو اللي اكفر بيها عن ذنوبي. وبيقول لهم ان هم يفضلوا جنب اخوهم ويدعموه وما يخلوهوش يحس بالوحده، فبيقوموا وبيحضنوا ابوهم وبيعيطوا، وروسل تحت بيكون بيعيط برضه، وانا مش عارف بصراحه ايه العيله الكئيبه دي. وفي تاني يوم بيجي رويس علشان ياخدهم للقصر، وبعد كده بيجي غاتوس وماركوس وروسل اللي بيكون لابس شنطه اكبر من جسمه، فرويس بينادي على روسل وبيقول له انت مش هتودع ابوك، فبروسل بيعمل نفسه يعني ان هو مش متاثر وبيلف حوالين البيت علشان يقطع حطب، بس روسل بيرجع تاني وبيقول له انا ما اقدرش اكرهك، وبيقول له انا عشت حياتي ضعيف كصياد وكنت قاعد طول الوقت في اوضتي، بس انا دلوقتي هروح عند رويس واتعلم وهيبقى ليا فايده في القريه وهبذل قصارى جهدي علشان اصنع الفخاخ. فابوه بيلف وبيكون بيعيط وبيقول له انا هستناك في اي وقت. وغاتوس وماركوس بيشكروا رويس علشان هو اكتشف الموهبه بتاعت اخوهم وبيحيوه وبيوعدوه ان هم هيعملوا اقصى حاجه عندهم. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا بتاعت النهارده، فما تنساش الاشتراك في القناه وكومنتك الجميل علشان ده اللي بيخلينا نستمر، واشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.